عز وجل. إذن يو شكرين أكنتات ما لفائدة شكري له. أولا من فوائد الشكر أنها امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. جلقبا شكرين فائدة يسيت الرأة ربي فأججمو ربي خيتف أججمو جلقبا جيش خسي أجج ربي وانتيف خنو أجج ربي سبحانه وتعالى يرؤة الشكر جيست ربي خيتف أججمت سبحانه وتعالى. قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. واشكروا لي أنا فقلت قلجا ولا تكفرون أنا كفرنا. حتى قال العلماء الخلائق قسمان لا ثالث لهما المنا ماخن ولما قلت لمجا صدفا هنجروا لمن خمي في خمي آياتنا الرب مالدي فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ناف قلت قلتا نتن كفرنا جي آياتا برو خيسا مالجي إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إن من ما قو سلمين الراتكم أنا فئتي جرى لمان الراتكم إما شاكرا خربي إساتي قلت قلتك أنني ربي أكدب بنتي أولا قايسيتي إنما قلت ربي بقلتو وإما كفورا أمو خقنني ربي كفر لمان الراتكم جيجو تناف شكرين جان مقابل كفر تدبتمونو شكرين تن دين قوتو أمنتين قوتو شكري أكتاتي إذا شكرين ربي أججمو لجيجو خندرا لما أتي يرو ربي قالت قلتو الله سبحانه وتعالى الشكور من أسمائه الشكور فيشكر لك. قافأت ربي قالت قلت ربي مقائسات الراء الشكور إسا قالتنا ما قلت أتي قافة قالت قلت ربي إنني قالت سيف قلت سبحانه وتعالى. قالت ربي الراء أركت تججو. روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على رسول الله بينما رجل وفي رواية بينما بغي من بغايا بني إسرائيل رواية جرى من نور فيه قافتكو قربان تكو يوخانيمو انتلتي تك انتلتي قمنا دلي تن بني إسرائيل الراتات تن زناد ليدو جتشو انت لزناد ليدو تكا تتري يا رسول ربي صلى الله عليه وسلم وسو خرادم توقف تكو يسي ور بني إسرائيلي خردتي ليبو نسيك أبي إيلا تكو برنفت إيلا خنا قبوتي إيلا خنا الرا بشان ورابتي دويت إسي بشان توجي تكوما أتشي ديمي سريتكو أكتي فرأت كلبا يأكل الثرى من العطش سرينا لوكي الرابو أركتي جتشو ديبو الراهي لوكو مجيتو بيه جيتو تنا الرابو جتشو ديبو تي سرينخو. فقال كما في رواية الرجل لقد بلغ من الكلب مثل الذي بلغني من العطش سرنتن أكمان أني ريفو ديبوت سنتي ديبوت جيجج يو خانجت يرو خنمان قوتني بيتا انتلتي زناد ليدتن توجين إسي زنادا فنزلت البئر فسقت للكلب بموقها إيلا خنا قبوته خبي إسيتين بشان
ونيتئف خبي إستي بشان نيتئ أفاني قبتي إيلا خنا أولك قبتي أولبات إن يفل درر مجرد تأيسيتي فلوي ديبير أمو سري على جرتسان تديبون أجيستسان تديبون اتجابات تسانيف إيلا قبوتي بشان أفاني قبتي خبي ورابدي أفاني قبتي إيلا أولك قبتي أولباتي سريتا نوباس فاسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على رسول الله فشكر الله لها وفي رواية فشكر الله له فغفر له وأدخله الجنة ربي جل جلاله وان إسين دليد سنف قالت قلشيف لأنه الشكور ربي قالت سيقل شابر وانا تدليد بلاش التنيس ربي قالتنا ما قلت سن فشكر لها ربي قالت قلشيف أكمي قالت قلشيف نبيتا فغفر لها زنا إسين دلقات ارتسن هند أرارميف وأدخلها الجنة جنة إسينك الله أكبر الشكور إن يتو يا دمي أما سري بشان أباسونان ربي سبحانه وتعالى انت لزناد ليدوف أرارمي لأنه الشكور وعلى هذا الحديث تعليق بديع يقول فيه إن كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا فكيف تصنع الرحمة بمن وحد رب البرايا حديث خنر أبة لما الجان إن كانت الرحمة بالكلاب يوني في سرف قرالا فونتون انت لزناد ليدوف أرارما سبتشيسي نما لا إله إلا الله جئف رحمة قلونوها قمتك رحمة ربنا ما سبتشيسا إيه سرف أرارمون سرف قرالا فون يوني في انت لزناد ليديف خربين اتي أرارمته نمني المنامات قرالا فيهو هقمتك رحمة ربي كنما هقمتك أرارم ربي كنما خنما في رحمة قل خنما قرقاري خيتيم قرقاري خدنبا قرقاري هيا خمان ربي جاري هو أكم خمان ربي جار خدنبا قرقارو خبرتا برسيسو خدرساج إنان أبت خوان ربي جالة دلقوه أكم هاتو دبا أرارم ربي كنمو خيسد مالف خنو هند خاسا مالف خنو هند ربي قل أني بيتا لأنه الشكور ربي سبحانه وتعالى هو الشكور الذي يشكر لعبده وهو الغني سبحانه وتعالى بر أتي رحمة قلو خيتي نمتكوف ربي وني أركة نجرة أما إن تلتزي نادى ليد سرف رحمة قلو وني ربي أركة نجرة إما وربي جالت قافد ليد ربي قالت سيقل جيد ثم الشكر صفات الأنبياء بفا أنبيونك أبني الراتب بيخ شكري إنه نوح عليه السلام يقول الله تعالى في حقه ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا نبي نوح دبة ربي سبحانه وتعالى إسفار سفر مالجين إنه كان عبدا شكورا قبرك ربي إساتي فأكان قلت قلشترين ابن القيم رحمه الله تعالى ملجأ لبيته آيات تنرد أبته واني ربي النبي نوح صفا شكري تندبته لأنه الأب الثاني أبان لما فانا المنامات في نوحي إيقا ربي سبحانه وتعالى أمة نوح بل ليس بودا وريها في ذرية من حملنا مع نوح شنين هفت شنين بنوحي وجي مركب خورتي ربي نجابا سيقوفا ملئ تار ربي دبمسيس تهفت تأينيو قوفا تنبي نوح قوفا تنافو أبان المنما خلما فأينيو نوح عليه السلام مالف ربي
نبي نوح شكري أن دبت جيبيتا لأنه الأب الثاني ليقتدي الأبناء بأبيه أكا إلمان أبا إسانته لتنف يو أبان إساني عبدا شكوراته إلمان أكا أبا إساني تصفى شكري تنفدنف ربي سبحانه وتعالى أبا لما فانوح إنه كان عبدا شكورا جئين لما فانا إنه إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه نبي إبراهيم ربي سبحانه وتعالى إني قبرتش ربي إساتيف أنني ربي أكان غلطهم فتوجئ نبي إبراهيم فارس عليه الصلاة والسلام والله إرئنا يرو ملئ سلا أنبيوت هند موسى في داود في سليمان أكسي قديمون مدندية أمو إبنا يروتي إمام إسانيكو فهدبت نصلوا على رسول الله روى الإمام ابن حبان بسند صحيح من حديث عطاء يقول عطاء دخلت أنا وعمير وعبيد بن عمير رضي الله عنه إلى أمنا عائشة رضي الله عنها عطاء بن رباح هذا من تابعي خمال جاء أنا في عبيد بن عمير وليني قرأ هاتين عائشة رفني رضي الله عنها إسي برا رفني تجي من إسي أول سيني إسي دبفني سنبودا ابن عمير هاتين عائشة قافت رضي الله عنها فقال لها يا أمنا أخبرينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا هاتين يا عائشة مي وان أكان قاف إرقما ربي والإنجرات وان أكان سأجائب خرسول الرأس سأجائب نتهمي جئين يقول عطاء فسكتت عائشة يرو قافي تنقافة تنك ألفتي قطرتي ثم قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إرقما ربي ندابة جد في يوم كان عندها قاف إسيبي رتري سنججو هل كان ترى عائشة خنما الجئين فقال لي يا عائش دعيني أتعبد لربي الله أكبر يا عائش لا تران الراخ عائشة هذا مناس قلق رسول ربي صلى الله عليه وسلم تران ترى عائشة يروخن عائشة يرو ألسين الأبتي مالجان يا عائشة ذريني أتعبد لربي يا عائشة مي أرانتنا ناهيمي نديسي ربي خيان قبرا هل كان أراخنا ناهيمي عبادان قد ناهيمي جئين فقالت عائشة رضي الله عنها والله يا رسول الله إني لأحب قربك وأحب ما تحب للدي بسامي آوى يا إرقما ربي جتين أني سلا أرها الكون تران تراتية والله سلا سدي هاتي سيادتين جراهدون جالتنا سدي هاتشو أكانين جالتنا خنما وجمو وأحب ما تحب يا إرقما ربي وان أتجالت تسنين جالتنا وانين نجالت مان هل كان إذنا ربي قبروا إيغانا ديم رسول ربي صلى الله عليه وسلم قام فتطهر ندكتين وضأتي ثم قام إيغانا صلاة أبدابة رسول ربي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة قام فكبر ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم إرقم ربي صلاة مهدته أك صلاة هدتت رسول ربي صلى الله عليه وسلم بويو جلك بكى حتى بل حجره ثم بكى حتى بل لحيته ثم بكى حتى بل الأرض رسول ربي صلى الله عليه وسلم أبت سنخيس بويه
أصوبو يو قمتي ساجيت أصوبو يو أردني ساجيت أصوبو يو رسول صلى الله عليه وسلم دجين إني الرقابة جيت فدخل بلال يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بلال تقول سينا جتشو يرون صلاة سبيل هاتيتي إرقما ربي تحيما قافت شوف يرو ألسين رسول ربي صلى الله عليه وسلم بو يجر ما الجئني بيتها يا رسول الله تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يا إرقما ربي ما فخنا دليدا وصو ربي سبحانه وتعالى دليته تدبرت في تفول درا توصف أرار ميجر إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ربي بديته تدبرت في تفول دراسي أرار مي ما فأكنت تبوتشاجين اسمع لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشاكرين وإمام الشاكرين ما الجئني بيتا أفلا أكون عبدا شكورا أفلا أكون عبدا شكورا يا بلال رب أكنت نكنني رواية ما الجتني بيتا لقد نزلت علي سورة هل كان إدنا تنسورات كاتنا الرتب ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها آيات تننمك رئي قد اللالين إبدات جرجي رسول ربي صلى الله عليه وسلم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب آيات تننمك رئي قد اللالين إسسني فهلاك جرجي رسول صلى الله عليه وسلم ثم قال أفلا أكون عبدا شكورا إيغا ربك أنني دلخنا نتك أنني دليتي يتدبرت في تفول درا إيغنا أرارم ربي خياف قبر الشغلة قلتنته هيجي نتيس ربي سبحانه وتعالى ور ربي إساني تفقلت قلت ربي واتايس الميا فائدة شكري ترى تدوما هي تقيد النعمة أنني تسيفيتي يو ربي فياسي خن فياتنا والنسي جبيس شكري رزقي يوسي خن رزقي والنسي جبيس شكري وانو ما بكم سيوسي خن بكم سخي والنسي تيسو سيهدو شكري يقول عمر بن عبد العزيز قيد النعمة بالشكر نعماتي سنهرتا شكري دان وقال الشاعر رحمه الله تعالى إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النقم تزيل النعم إذا كنت في نعمة فرعها يوك أنني خيس جراتي أنني سنتيفتو مال انتيفتا شكر انتيفتو فإن الذنوب تزيل النعم معصيان أنني سر أوفتي وصنها بشكر الله سبحانه وتعالى ربي خيتيف قالت قلتشودان أمو كانني تيتيفت روجا لمرت شكرين زيادة سفت قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم والرب سيخن فيا سيخن كانني أدى بكم سكبني والرب سيخن أكسي إدوف شكري قلتي ربي سبحانه وتعالى ور قالت قلتو ربي واتايس ور صفا شكريتين بكم ربي واتايس ور شكري